السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله معاكم النهاردة في سلسلة جديدة من سلاسل رفع مهارات وكفاءات العلمية والعملية اللي بنقدمها من خلال منصتنا ساينس تيوب. والمرة دي هتكون حاجة فريدة من نوعها لرفع الكفاءة والخبرات على الأرض في مجال مهم جدا اللي هو مجال جودة المنشآت الصحية. هنبدأ السلسلة دي بمجموعة من الحلقات اللي هتكون مع خبراء المجال، وهنبدأها بمجال التحاليل الطبية. معانا النهاردة الدكتورة دينا محمود، استشاري ومدرس الكلينيكال باثولوجي واستشاري جودة المنشآت الصحية، وشويه شهادات كده كتير مش عارف احفظها. يعني ما شاء الله عليكي يا دكتوره. ربنا يخليك يا دكتور محمد. كورسات وشهادات وخبره طويله جدا، سواء علميه او عمليه، في شتى المنشآت. يعني انا كل ما اروح مكان بسمع الدكتوره دينا كانت معايا. ربنا يبارك في يخليك يا صحتك وفي دكتور علمك يا محمد. رب. الموضوع بتاع الحلقه واللي هنتكلم فيه النهارده عن الجوده في المعامل. يعني هنتكلم عن الجوده بمنظور عام، وبعدين هنبدأ نركز على الجزء الخاص بالمعامل. يعني ايه جودة؟ يعني احنا باختصار كده في جملة شهيرة كده بتختصر لنا موضوع الجودة، بتقول نعمل كل حاجة صح من أول مرة وكل مرة. الحقيقة ده يعني جملة كده تلخص لنا قصة الجودة. يعني المفهوم نفسه كتفسيره، احنا عارفين ان في مجموعة من النظريات والمنظمات اللي بدأت تشتغل على المفهوم نفسه وتبدأ تطور فيه سنة بعد سنة. فهناخد الجزء النظري والأكاديمي وبعدين نخش على الجزء العملي والتطبيقي على الأرض. وده الهدف أصلا من ساينس تيوب، إن هي تحول المعرفة والعلم الأكاديمي لمهارات وتشغيل تطبيقي ينتج بعد كده قيمة إن شاء الله. بإذن الله إن شاء الله. فلما نقول الجودة ليه؟ يعني احنا قلنا ايه معنى الجودة، نبدأ نقول مثلا ليه والمعنى ده طلع ليه وازاي، ونبدأ نشتغل عليه ازاي. طيب خلينا نقول إن الجودة بتخلينا نفهم تفاصيل الأشياء، لان احنا لما بنشتغل اي شغلانه علشان نقدر نعملها صح لازم نفهم تفاصيلها، ولما بنفهم تفاصيل اي حاجه بنقدر نعرف قيمتها. يعني قيمه الحاجه بتبان لما بنفهم تفاصيلها ونفهم الخطوه دي احنا عملناها ليه ودي عملناها ليه. وبالتالي بعد كده لما بنحط ده في اطار منظم يبقى عندنا اس او بيز واضحه شغالين بيها، دي بتخلينا نوفر على نفسنا وقت ومجهود من التجارب اللي ممكن تخسرنا وقت، تخسرنا مجهود، تخسرنا فلوس. وبالتالي ده بيلخص لنا كل القصه. يعني هي انت حضرتك بتقولي في وسط الكلام بتوفر علينا وقت وتوفر علينا مجهود، على عكس المشاع ان احنا لا، ده سحلة اوراق وسحلة تضييع وقت، ونركز في الشغل احسن وخلينا مع العميل اللي بغض النظر عن تطبيق منظور الجودة نفسه. لا، ده بتوع الكواليتي دول جايين يضيعوا وقتنا ويتسلوا علينا. ايه معنى بقى اللي انا عايز يعني نطلع منه من الحلقة دي، ان ليه لما اجي اطبق الجودة هتوفر عليا؟ احنا دايما يعني في البيزنس عامة بنقسم التكلفة لوقت وجهد ومال. يعني حتى حطوا المال اخر حاجة بالظبط في التكلفة، حطوا الوقت والجهد وبعد كده المال. تمام. فايه الجودة هتقدر تساعدني في الثلاث محاور دي؟ طيب هي الجودة أول حاجة زي ما اتفقنا هي لما بتنظم لنا طريقة تفكيرنا وطريقة أدائنا لأي شيء، بعد كده بيتعمل تلقائي زي ما بيقولوا، ما بيحتاجش مجهود، فهي وفرت لنا هي جزء. تاني حاجة ان احنا يعني لو احنا بنتكلم فيما يخص المال، خلينا نقول الناس بتقول ان الجودة بتغرمنا فلوس. لا، هي الجودة مش بتغرمنا فلوس، ده الجودة بتوفر لنا فلوس على المدى الطويل. يعني احنا نقدر نقول ان الجودة دي فلوس بنستثمرها وليها عائد علينا. لان انت لو احنا خدنا السؤال بالعكس، لو جيت قلت لك ان احنا في نتيجة تحليل، تكلفة ان نطلع نتيجة تحليل غلط تبقى ايه؟ دي على الوضع الحالي على الوضع الحالي وعلى المستقبل. لا، تعالى بقى لو احنا بنطبق نظام الجوده، لو انا بعمل الكواليتي كنترول بتاعتي صح بشكل يومي، انا وفرت على نفسي ان انا اخسر شغل ممكن يكون لسنين قدام من مجرد غلطه حصلت. فبالتالي هي بالعكس الجوده بتنظم لنا مخنا، بتوفر وقتنا جدا، لان احنا خلاص عارفين دي هنعملها بالطريقه الفلانيه، مش محتاجين كل واحد يفكر هو انا اعملها ازاي او الطريقه المثلى ليها ايه. فهي الجوده بتحط لنا زي فورميليشن كده واطار نقدر نشتغل من خلاله، فبالتالي هي بتريحنا جدا. طبعا.
اللونج تايم فاليو اللي هي اللي بنتكلم عليها في اساس البيزنس بالظبط كده. او بس البيزنس الار او اي ديفلوبمنت. بقى بتاعه هيبقى او هتبدا العائد ريتيرن على اون الاستثمار انفستمنت بتاعه هيبقى عامل ازاي. هيبقى احسن بالظبط كده. وافضل. احنا بنستثمر فعلا، يعني انت هنتعب اول مره، طبيعي بعد كده طبيعي. تبدا بقى الدنيا زي اي تظبط. حاجه جديده بتعملها بيبقى ليها خطوات في الاول بناخد فيها وقت ومجهود، لكن لو احنا خدناها من المايند سيت بتاعت ان الجوده دي هتطبق، احنا مش بنستف ورق زي ما بيقولوا، لا احنا عايزين نعلي الفاليو، نحقق قيمه. خلاص بعد كده هتبقى زي ما بيقولوا هتتحول من مجرد حلم لعاده يوميه احنا اوريدي بنعملها بشكل تلقائي، وبتوفر لنا على المدى الطويل. هتدخل في روتين ورك وخلاص. بالظبط كده. طيب يعني خليني انا لسه واحد مبتدئ كي جي 1، اول مره اسمع عن كلمه جوده، ابدا ازاي او اتحرك ازاي؟ حلو قوي. يبقى الاول علشان نقدر نبتدي لازم، ما ينفعش نبتدي بالمكان كله، يعني لازم نختار حاجه ونبتدي نركز عليها. يعني جزء معين، كونسبت معين، وتبتدي تشتغل عليه وتبتدي تقرا هو ده الطريقه المثلى لتطبيقه ايه. ناخد بالنا ان احنا لازم نبقى فاهمين طبيعه المكان اللي احنا بنشتغل فيه الاول، وفاهمين ايه الانظمه الانسب ليه، لان زي ما حضرتك قلت في الاول احنا عندنا يعني مؤسسات وهيئات كتير جدا بتحط نظم للجوده. طب ايه انسب نظام للمكان بتاعي؟ يعني انا محتاج انهي جزء، محتاج انهي نظام. النظام ده هبتدي اخد جزء صغير من النظام التشغيلي وابتدي اشتغل عليه واحده واحده، افهمه وافهم ايه المتطلبات بتاعته، وبعد ما افهم ايه المتطلبات اللي انا محتاجه اعملها واقرا الطريقه المثلى ان انا اطبقها، ابتدي بقى اطبقها. طيب لو انا مثلا هبدا اشتغل ده كده على المكان، ده كده على المكان بالظبط. انا عايز اشتغل على نفسي، لو واحد كده عايز عايز اشتغل في مجال الجوده. ايوه. وهبدا اتعلم. تنصحينا بايه بقى؟ يعني نشتغل ازاي، نعمل ايه؟ طيب برضو احنا لو هنشتغل على نفسنا لازم نشوف احنا برضو عايزين نروح فين. يعني انا محتاج اوصل لايه واتعلم ايه علشان ابقى انا بعد كده المصدر اللي الهيئه او المكان بعد كده بيعتمد عليه في انه يتطور. صح. فدي برضو لازم نحددها. انا محتاج ابتدي بانهي برضو جزء، انا عايزه اطور نفسي في ايه. ما هو الجوده دي كبيره، الجوده دي فيها اجزاء تكنيكال وفيها اجزاء اداريه وفيها مفاهيم كتير، ومحدش يقدر يعني ياخدها ويلم بيها في فتره قليله. لازم نبتدي واحده واحده كمان عشان ما نزهقش. يعني هنحس ان احنا بناخد مصطلحات كتير جديده وبنفهم مفاهيم كتير جديده ونتصدم ايه ده، هو احنا كنا كل ده بنعمله مش صح. فده بيوترنا شويه. فالافضل ان احنا نبتدي واحده واحده، ناخد برضو جزء ونبتدي نفهمه كويس، وبعدين نبتدي نشوف طريقه تطبيقه المثلى على المكان. لان حتى احنا عشان نتغير لازم نبقى في قدامنا حاجه نطبق عليها. صح. يعني ما ينفعش ان احنا نبقى بناخده لمجرد ان هو ايه، حاجه نظريه بس بنقراها. طب يعني الناس بقى، احنا اتكلمنا في حته المصاريف وان ده انفستمنت، تنصحيني بايه كمؤسسه انا عايزه انفست دلوقتي في مجال الجوده؟ ابدا منين برضو واعمل ايه؟ سواء مثلا كونسلتيشن مع حد اكسبرت، ولا اجيب شركه تخلص لي الموضوع، ولا يعني اخلي حد من جوه المؤسسه هو اللي يشتغل؟ ايه الفانكشنز او الادوات والحاجات اللي تساعدني ان انا ابدا انفست، هستثمر او هبدا اطبق تديني نتائج اسرع؟ يعني هي لو احنا بنتكلم على انها، يعني خلينا نشوف بس احنا عايزين نتائج اسرع ولا عايزين نتائج مكمله عشان دي تفرق. أيوة. لو احنا عايزين نتائج اسرع هقول لك هات شركه كونسلتيشن وخليها تظبط لك المكان وتدي الناس كورسات وتعلم الناس وكده. لكن لو احنا عايزين نتائج مكمله لازم يبقى من جوه المكان انت عندك ناس شايف ان فيهم بروميسنج ان انت تنفست فيهم بقى. هم ده كونسبت جديد خالص. لا ده مهم جدا. لانه الحقيقه الناس اللي بتجيب شركات بس بتعتمد على ان الشركه بتخلص لنا كل حاجه وبتدينا تريننج في اسبوعين ونيجي نقول كلمتين بعد كده ما نقدرش نكمل. ده اللي بيحصل. ده مش الهدف ان انا اقدر احافظ على ان الناس تقدر تامبلمنت بوجود وعدم وجود الكونسلتنت. طبعا الكونسلتنت ما فيش غنى عنه في الاول، لان كلنا بنستعين بالاكسبرت، بنستعين بناس عندها خبرات، بناخد كورسات، بناخد شهادات وهكذا. لكن الانفستمنت الحقيقي يبقى في البيرسونيل بتوعك اللي هم هتقدر تستثمر فيهم وتقدر تعلمهم، لان دول اللي هيفضلوا موجودين معاك، دول البيلر اللي هيفضلوا موجودين معاك. فده يعني الافضل. طب ابدا بايه؟ ابدا بالحته اللي انا شايف انا كمؤسسه انها
اضعف حته او اهم حته. يعني لو جيت قلت مثلا انا بيجي لي شكاوي كتير من العملاء بسبب التاخير مثلا في النتائج، يبقى انا هنا الحته التكنيكال دي واضح ان انا فيها عندي ايشو مأثر على الانفستمنت بتاعي، تمام. فابتدي اشتغل عليها وابدا واحده واحده. واحنا لازم لما بنيجي ندخل في الجوده زي ما قلنا لازم انا بحدد النظام اللي انا حابب امشي عليه، لان الانظمه كتير، وابتدي اعمل زي جاب اناليسيس كده اشوف انا فين وعايزه اروح فين. وبناء على ده ببتدي احدد بقى انا ايه، انا فعلا عايزه اوصل للنقطه دي. بس اول حاجه اللي هي بنقول عليها كويك وين، حاجه انا عايز احس بالايفكت بتاعها بسرعه ابتدي بيها عشان الناس كمان ما تزهقش وما تملش. تمام. ده اهم حاجه يعني. هو في كونسبت كده انا محتاج اخد نوت عليه كده، ان احنا اصلا يعني احنا كساينس تيوب الفكره الاساسيه ان احنا نبدا من اول الكاستمر سيرفيس، تجربه العميل. وحضرتك قلتيها في وسط الكلام ان بالظبط. دي اول حاجه ان احنا ممكن تقابلنا طبيعي او طبيعي، مشكله لان هو ده تقابلنا في احنا كده. كتحاليل ده بيفرق معانا جدا. ده انعكاس الجوده نفسه اصلا، او الكواليتي التطبيق بتاعه اول حاجه هينعكس على الكاستمر سيرفيس. بالظبط. هو اصلا اي خدمه، يعني احنا في الاخر الهيلث كير دي خدمه سيرفيس. اي سيرفيس البرايورتي بتاعتها الكاستمر سيرفيس. ليه؟ او الكاستمر اكسبيرينس زي ما بنقول، تجربه العميل، لان هي دي الواجهه. يعني هي دي الفيدباك، وكل حاجه بتجيلنا كناس بنقدم خدمه هو الكاستمر شايفنا ازاي. فلو قلنا خطوات عمليه، احنا نعمل الجاب اناليسيز الاول، ونبدا نعمل كويك وينز في حاجات بسيطه. تبدا باول حاجه اللي هي الكاستمر سيرفيس، بحيث ان تنعكس ويحس الناس بقيمه اللي بيعملوه. بالظبط كده. ونبدا نخش واحده واحده في الحاجات المانجيريال، المور بقى سوفيستيكيتد والمانجيريال لغايه ما ما نلم نقفل السايكل كلها. بالظبط. يعني بجد الصراحه يعني دوز، يعني جرعه كبيره جدا ومكثفه في وقت صغير. ان شاء الله تكون بدايه انطلاق للسلسله دي مع البلاتفورم الخاصه بساينس تيوب، وتبقى ان شاء الله انطلاق لسلسله استشارات جايه. وبنشكرك جدا، ويعني جزاك الله كل خير وربنا ينفع بيك. جزانا واياك. تسلم يا دكتور محمد، انا معاكم في اي وقت يعني. تسلمي. شكرا. شكرا لحضرتك. كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله هنقابلكم في حلقات جديده متنوعه بمواضيع ساخنه جدا في المجال الصحي والمجال التحاليل، تكون اضافه وتعلي القيمه السوقيه والوزن الخاصه بالمتدربين والمؤسسات نفسها. شكرا لكم واشوفكم على خير.